ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ في اي حدث شخصي او عام في مصر في السنين الاخيره، لما تيجي تقيس ردود فعل الناس لازم في صنفين هتلاقيهم. والتارجت بتاع حياتك حققت ولا لسه؟ هم مترين في متر. الصنف الاول، وايا كان اللي بيحصل او بتقوله لازم هيدور لك على تخريجه كده بحيث يطلعك داخل النار فما تفرحش قوي. الصنف التاني شكل اخر من الرزاله بقى، سي ان انت العكس متضايق من حاجه، يتنطط ويتشقلب علشان يثبت لك ان الحاجه اللي انت متضايق منها دي اعظم حاجه في الدنيا. العدس الليلة ليلة عيده. زي فيلم 4 بنات وظابط، كانت البنات في الإصلاحية بتشتكي ان ازاي احنا ناكل عدس كل يوم وحرام وزهقانين، فتطلع وداد حمدي تعمل أغنية مخصوص للعدس، العدس الليلة ليلة عيده. طبعا الحياة بين الصنفين مرهقة جدا. ما علينا، على نفس المنوال أثناء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، طبعا الضيوف لسه ماشيين لان هم ما كانوش جايين اداء واجب. الكنوز اللي عندنا تستحق ان هي تتشاف ومحتاجة اكتر من يوم علشان تشوفها. كما نعلم جميعا قبل الافتتاح كانت فيه فرحة عارمة بين الناس. ايه الناس الحلوة دي، ايه المصري الجدع ده، الشعب المصري كمان اللي عامله على السوشيال ميديا، يا نهار ابيض، الكل فرحان انه من احفاد الفراعنه. بعد الافتتاح الفرحة لسه موجودة بالتأكيد، بس نسبة كبيرة من الناس وأنا منهم عندنا مآخذ فنية على الافتتاح. اللي انتوا بتعملوه فينا ده، ارحموا البلد. احنا المفروض عرفنا انه في ناس، عايز اقول لكم مش ناس بس، لا ودول كارهه اي نجاح يحصل في مصر. هل احنا محتاجين دعاية النهاردة؟ تاني الإجابة لا. طار حرف النون في ثانية، هوب كله رجع لأصله. 48 ساعة بس من احنا شعب عظيم لانتوا ايش فهمكوا يا جمهور حمو بيكا، وده معمول للأوروبيين يا جرابيع، وفجأة بقيتوا كلكم مخرجين. انا شخصيا جالي تعليق كده مش فاكرة تقريبا، الواحد مش بيشوف بعينيه بيشوف بقلبه، وانتوا اللي زيكم مش عارف ايه. قعدت اخمن كده دي كانت اغنية ايه ولقيتها بتلمسه بعينيك وتحسه بشعورك. فأنا مش قادرة أمنع نفسي من الاندهاش، وكويس إن الواحد لسه بيندهش لحد دلوقتي من فكرة تحقير الناس، اللي هو أنت مش مواطن محترم وفرحان ببلدك فرحة حقيقية، لا أنت مجرد واحد جاي تعمل لنا نمر. أنت تسقف لما نعوزك تسقف وتتنطط زي القردة لما نعوزك تتنطط، إنما كمان هيطلع لك رأي، لا اعرف حدودك. بس بقى له رأي، المغفل بقى له رأي. أنا مش هتكلم خالص يعني في فكرة حق النقد، وان هو ده اللي بيضمن تحسن الاداء ووصول الكفاءات لمكانها وعدم تصعيد الميديوكرز، ولا تحلموا ان انا هقول ان مش معنى ان انا بنتقد ان انا مش بحب مصر والكلام ده، لان انتوا مين في البشرية علشان اثبت لكم اذا كنت بحب بلدي ولا لا؟ انتوا مين وفين وليه وازاي وامتى؟ ايه قيمتكم في الحياة؟ كان في مرحلة فيها فوضى واضطرابات سياسية، فسادت موجة من المكارثية كده ركبها بعض الأشكال الضالة، اكتسبوا خلالها إحساس زائف ووهم بالقوة، وإنهم يقدروا من حقهم إنهم ينصبوا محاكمات للناس ويفتشوا في ضمايرهم. ولأن الناس بفعل الظروف اللي أنا اتكلمت فيها دي كانت موتورة كلها، فالواحد كان مضطر إن هو يتحمل رذالتكم وجهلكم زي ما بيسايس أي مجنون يطلع له أوت اوف ذا بلو من الشارع. انما بعد الموجة دي ما انقشعت او انحصرت نسبيا، الواحد مش هيتحملكوا تاني ولا حتى هيرد عليكوا، يعني هي مجرد فقرة كوميدية كده، شوية عواء. هو انا اللي مش قادرة افهمه ليه الناس ما بتتعاملش، او بعض الناس، مع البلد زي ما بيتعاملوا مع اولادهم او حتى مع فريق الكوره اللي بيشجعوه. يعني كتير بلاقي ان الاهلي يبقى كسبان والاقي الجمهور على النت متضايق جدا لان مستوى اللعب مش عاجبهم، لان كان في احسن من كده، لان بيبصوا لقدام. طيب هنعمل ايه في البطوله الفلانيه؟ عمرو اديب نفسه اللي طلع يردح لنا فيها يا جماعه ومش عارف ايه واللطافه دي كلها، لو طبق المبادئ اللي بيتكلم بيها على الزمالك على احوال البلد النتيجه كانت هتختلف خالص. يعني اخر ماتش مش قاعد يقول تقريبا انا خلاص كفرت بقصه سنظل اوفياء، واذا ما كانش الزمالك يكسب مش هشجعه ومش عارف ايه، لان كان في ايديكم تفوزوا وما فزتوش والحاجات دي. رغم على ما انا فاكره يعني الزمالك ما اتغلبش يوميها او ما شالش 3-4 اجوان، ما حدش قال له احمد ربنا ان ما شلتوش 3 اجوان مثلا، لا الزمالك تقريبا كان متعادل او لعب ماتش كويس. فاشمعنى في الحاجات العامه اللي ما بتمسكش حتى ولو في ماتش كوره بتبقى راضي بقليلك؟ طبعا لو في حد عاجبه حفله الافتتاح تمام، دي اذواق انا مش من حق ان انا اتكلم فيها، انما في ردود كتير قالها عمرو اديب وناس كتير تحس ان هي ملفقه وساذجه كده. الافتتاح مش مهم، المهم المتحف.
طب هو طبعا المهم المتحف واحنا فرحانين بالمتحف وهنزور المتحف، بس لما الحفل مش مهم، طيب بتعمل حفل افتتاح ليه اساسا؟ طيب ما تعملوا سكيتي، قول فجأة احنا اللي يا جماعة الف مبروك المتحف هنفتتحه من يوم 1 نوفمبر، او نعزم الملوك والرؤساء ونفرجهم ويبقى هي دي الدعاية وشكرا، وهم بالمناسبة يعني كانوا مبهورين وكل الحاجات. بنعمل حفل افتتاح ليه؟ جانب مش فاهمكم انتوا يا بتوع حمو بيك، بغض النظر عن ان ده تحقير شديد للناس وان احنا اصحاب الفرح الحقيقيين، الكلام ده اصلا ملفق مش حقيقي، لان حفل افتتاح موكب المومياوات كانت موسيقى كلاسيكيه جدا وباللغه المصريه القديمه، وكل الناس حبتها لان هي طالعه من القلب ونزلت على الساوند كلاود وكل حاجه. ثانيا بفرض يعني الموسيقى لغه عالميه يا باشا، يعني هي الحاجه الوحيده اللي انت مش مضطر ان انت تبقى فاهم الكلام، مجرد ان انت تسمع حاجة حلوة هتحبها. يعني مثلا احنا بنسمع موسيقى لاتيني وبنبقى مبسوطين واحنا مش فاهمين ولا كلمة. كمان هو نجيب محفوظ اخد نوبل بالكلام على ايطاليا وفرنسا ولا بالكلام عن الحارة المصرية؟ ما سمعتوش قبل كده بالنظرية اللي بتقول ان الاغراق في المحلية يوصلك للعالمية؟ فمع احترامي الشديد هشام نزيه الموسيقار العظيم اللي انا شخصيا من جمهوره لم يوفق، يعني باستثناء الموسيقى اللي تلت كلام ياسمين العبد واللي كان فيه مزج ما بين الاوركستر والتواشيح والترانيم، دي كانت ممتازه، انما غير كده مفيش اي حاجه علقت جوايا، يعني سمك لبن تمر هندي. انا اسفه. خلاص كلكم بقيتوا مخرجين. الحقيقه دي مش مهرجان، كان المسابقه الرسميه، دي حاجه معروضه للمواطن العادي، والمواطن العادي شاف ان هو مش فاهم حاجه لان الاخراج كان ضعيف. وبعدين طالما ان انتم عايزين راي المتخصصين بس، يعني ولو ان كتير منهم اعترض، انتم ممكن تعرضوا الحاجه بينكم وبين بعضيكم وتعملوا لجنه كده تقيموها وتطلعوا لنا بالنتيجه، واحنا نسقف او نعيط على حسب اللي انتم عايزينه. اعملوا لجنه من عمرو اديب وخالد ابو بكر وعصام السقا، واللي تقولوا عليه هيمشي بعد كده. عجب حاجه قالها عمرو اديب بقى، هو فرح. هو بغض النظر عن ان الاخراج كان اخراج فرح، بس عشان هو مش فرح، عشان هو حدث مهم جدا على قدر الاهميه وعلى قدر انتظار الناس، هياتي النقد وهياتي برضو الاشاده والمكانه والدفعه المهنيه لو كانت الحاجه طلعت افضل من كده. العالم كله اتكلم، هو العالم اتكلم طبعا، احنا مش بنقلل من اهميه الحدث على الاطلاق، بس العالم ما يعرفش، احنا بالنسبه له بلد من العالم الثالث، ما يعرفوش ان احنا بقالنا اكتر من 100 سنه في صناعه السينما، وان احنا عندنا اكتر من كده بكتير. فاجدادنا عملوا الحضاره العظيمه اللي احنا بنتباهى بيها دي لانهم ما كانوش بيقبلوا بانصاف الحلول، كانوا ممتازين في كل حاجه بيعملوها وبيحسبوها بالملي. اللي حضراتكم بتعملوه ده خطورته مش في ان هو مكايده، لان بالنسبه لي انا ما عدتش بهتم، خلاص زي ما قلت لكم هي فقره كوميديه ويعني وانتهينا. المشكله الحقيقيه في ان انتوا بترسخوا للميديوكرز، لفكره النص نص، للاي حاجه، للكروته، يعني لان ما ينفعش ان انتوا يبقى عندكم طموح، ايفتوا البلد على قدكم يعني. فالواحد والله مش عارف يعمل ايه، يعني انا عدت عليا ثواني معدوده قلت ما انا اللي غلطان، انا كان المفروض اعمل زي الناس اللي اول ما تشوف شله معينه من الناس مبسوطين تروح الناحيه التانية على طول، بس اعمل ايه؟ ما هي بلدي وبحبها برضو يعني. فاهو الواحد فضفض معاكم بشويه كلام كده بتفكير بصوت عالي، هنعمل ايه؟ قدرنا يعني. وعلى كل حال الف مبروك افتتاح المتحف، وان شاء الله نروح كلنا نزور ونشوفه، يعني الف مبروك.